ازاي المية الزرقاء تقدر ان هي تصيب الاطفال؟ انا دكتور هشام غريب في حكاية العين. المية الزرقاء وهي الارتفاع المزمن في ضغط العين زي ما بيصيب الكبار، برضه مرض ممكن يصيب الاطفال او حديثي الولادة، ولكنه مرض مختلف تماما عن الكبار، لان العين في تكوينها عاملة زي الحوض اللي بيكون المية داخلها والمصفى اللي بتتصفى منها. في الأطفال للأسف المصفى دي ممكن ما تكونش متكونة أو متكونة بشكل خاطئ، وده بيؤدي لارتفاع شديد في ضغط العين حتى أثناء لما الطفل يكون جنين في بطن الأم، وده بيؤدي لارتفاع جامد قوي في ضغط العين وتغيرات تشريحية في شكل العين. إزاي ممكن أشك إن الطفل يكون عنده المية الزرقاء أو الجلوكوما؟ لو طفل اتولد وعين أكبر من التانية أو حجم القرنية أكبر من الحجم المعتاد اللي احنا متعودين عليه، لو شكل القرنية مختلف أو لونها شوية مزرقة أو شوية مبيضة، لو طفل مش قادر إن هو يبص ناحية النور أو بيدمع كتير، لو أي حاجة غريبة لازم دكتور الأطفال والأم يسألوا دكتور العيون، لأنه لازم يفحص الطفل بسرعة عشان يتأكد هل الطفل عنده المية الزرقاء أو لأ. طب احنا كأطباء عيون ممكن نعمل ايه؟ لازم بنفحص الطفل فحصا متأنيا، بنقيس القرنية ونشوفها ونشوف الخزانة الأمامية وزاوية العين ونطمن على عدسة العين ونطمن على الشبكية والعصب البصري. لازم نعرف سبب المية الزرقاء، هل هي مرض لوحده أو في مسبب آخر ليه؟ لا قدر الله أحيانا حاجات زي الأورام ممكن تسبب ده. بعد الاطمئنان إن مفيش سبب تاني هو اللي عامل المياه الزرقاء، فهي علاج المياه الزرقاء في الأطفال دائما جراحي، ده لأن المصفى اللي اتكلمنا عنها أصلا مش متكونة. بعد أسابيع قليلة من الولادة وعلى بعض العلاجات الخاصة إن هي بتقلل من ضغط العين بنلجأ إلى الجراحة، أحيانا بتكون جراحات متعددة للحصول في النهاية على ضغط سليم داخل العين لا يؤدي إلى ضرر زيادة في عصب العين. المشكلة في المية الزرقاء في الأطفال مش بس زي الكبار اللي هي بتبتدي تأثر على العصب البصري تأثيرا متزايدا ويؤدي إلى فقد في العصب، كمان بتغير الشكل التشريحي للعين، يعني العين بتكبر وبتتمط وبيحصل عتمات على القرنية وأحيانا مشاكل في عدسة العين، ده بيؤدي كمان إلى قصر نظر شديد في الأطفال لأن العين كبرت وحجمها كبر. العلاج أولا إيقاف المشكلة داخل العين، وهو إن إحنا نخلي ضغط العين سليم. ثانيا التعامل مع المشكلات التي حدثت واحدة بعد الأخرى. المتابعة المستمرة طول العمر مهمة، لأن العين دي دايما بتكون عين ضعيفة ومعرضة لمشاكل محتملة كثيرة. ده مثال الطفلة سيليا اللي هي كان عندها مياه زرقاء متقدمة في العينين الاتنين، وبعد الإجراء الأول اللي ربنا كرمنا أدت بيها إلى إن النور يرجع تاني جوه عينيها، القرنية ترجع تاني شفافة وتقدر إن هي البنت وهي عندها 3 شهور دلوقتي تشوف وتتابع النور وتبص على اللي حواليها وعلى على الوالدة. وده طفل تاني كراس كان عندنا مشكلات مختلفة داخل العين وداخل الجسم. صحيح المية الزرقاء الخلقية ممكن تكون بس مرض داخل العين، ولكن في بعض الأحيان بتكون مصاحبة بمشكلات أخرى تكوينية في أعضاء الجسم المختلفة، وبالتالي تعاون ما بين دكتور عيون ودكتور أطفال ودكتور جراحات الأطفال بيكون في غاية الأهمية للحصول على صحة جيدة للطفل وأفضل نظر ممكن.